السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي المتواضعة. ان شاء الله باذن الله بيكم تكبر القناة وتبقى زي الفل. النهاردة هنتكلم في مواضيع جميلة جدا ما قبل الزراعة واثناء الزراعة وبعد الزراعة. هكلمكم طبعا في كل المراحل دي وانا ازاي عديت بيها. طيب انا اولا قبل ما ابدا الفيديو عايزك تصلي على النبي وتدوس اشتراك في القناه تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. بص انا لسه حالق النهارده اهو والحمد لله زي الفل. تمام. انا بتبسط جدا لما بحلق شعري وبيبقى شكلي حلو كده زي ما انتم شايفين. اول حاجه عايز اوريها لكم طبعا المنطقه المنحة، هل هي اتأثرت ولا لا. وكل ما بحلق بتتأثر او مثلا طولت الشعر او قصرت الشعر، هل المنطقة المنحة اتأثرت بأي شيء؟ زي ما انتم شايفين وهوريكم المنطقة المنحة ان هي ما اتأثرتش بأي حاجة الحمد لله. قبل ما ابدأ الفيديو واقول لكم انا عملت ايه بالظبط. بصوا الواحد لسه واخد دش بقى فمسرح شعري وكده. بصوا ادي المنطقة المنحة اللي انا اختطفت منها الشعر اهي قدامكم جميعا. طبعا انا عامل تدريجة هنا زي اي شاب بيعمل تدريجة وبعمل اللي انا عايزه. عايز اوريكم كل المنطقة المنحة متأثرتش بأي حاجة الحمد لله رب العالمين، متأثرتش بأي حاجة. حلقت. تعالوا في النور انا هحاول الف. طيب انا هثبت التليفون واحاول ان انا الف كده يمكن تشوفوها احسن واسرع. اهي المنطقة المنحة مفيش اي تأثير زي ما انت شايف. ودي برجع لشطارة المركز طبعا والتيم اللي بيبقى موجود في المركز. تمام. طيب عايز اقول لكم طبعا قبل الزراعة كان شكلي انتوا شفتوه كان عامل ازاي. طيب جينا بعد كده ان احنا عملنا التحاليل وخلاص. قررنا ان احنا نزرع. وبالفعل رحت المركز وربنا وفقني، ربنا سبحانه وتعالى وفقني واخدت القرار وخلاص رحت عشان ازرع. طيب اثناء الزراعة بعد حقن التخدير والمنطقة الملحة دي عشان خاطر يتقطف منها الشعر. طبعا بتحلق شعرك كله، بتحلق شعرك نمرة يعني على الزيرو عشان خاطر يبنجوا الحتة دي ويختطفوا منها الشعيرات. تمام. بعد المرحلة دي بتتنقل للاقتطاف في جهاز كده. تمام. بيختطف لك الشعيرات على حسب الجرافت اللي انت هتبقى محتاجه. انا عن نفسي احتاجت 3200 شعراية، 3200 جرافت عشان خاطر يغطي لي كل الجزء السبعة ده كلها لغاية النص كده، لغاية هنا اهو كده بالظبط. ويكثف لي المنطقة اللي حضراتكم شايفينها اهي، يكثفها لي ويخليها لي ممتلئة يعني. وعايز اقول لكم ان الموضوع مش في عدد الجرافتات الكتير، الموضوع كله في التقنية والنظافة بتاعة المركز والتوزيع بتاع البصيلة. وتوزيعها لازم يكون كويس. مش مهم عدد الجرافتات، المهم ان انت تاخد اللي انت محتاجه ويتوزع كويس. ده اول حاجة. تاني حاجة عايز اقولها ان فيما بعد طبعا انت بتبقى واقف قدام المراية شكلك مختلف جدا بعد عملية الزراعة. بتحس ان دماغك كلها خلاص اتملت وشكلك حلو وبتبقى فرحان جدا اول اسبوعين تلاتة. بعد اول شهر طبعا بيبدأ الشعر اللي انت زرعته كله يقع تاني كأنك ما عملتش اي حاجة. بتبص في المراية تقول ياه انا كان شكلي غير كده يعني. بترجع شكلك الاولاني تاني قبل الزراعة. بعد كده دي المرحلة. بعد كده المرحلة اللي بعديها طبعا بتبدأ تاخد حاجة اسمها بلازما. دي من دمك انت زي ما كلنا عارفين. البلازما بتتحط في جهاز كده عشان خاطر يحللها وعشان خاطر ان هو اول حاجة يرشها لك في المنطقة اللي فيها الزرع. طبعا بتبدأ ان انت شعرك يقع. بعد كده بتعمل حاجة اسمها تقشير. اول جلسة طبعا قبل البلازما بيبقى في حاجة اسمها تقشير. اول ما التقشير ده يخلص بتحس ان انت خلاص بقيت اقرع تاني. بتتصدم كده
بس ده طبيعي جدا. انا بالنسبة لي كانت بشرتي عشان كانت دهنية، كانت طلع فيها قشور كتير. تمام. ساعتها بقى قلقت وخفت وقلت ايه ده، وانا ما عملتش حاجة ولا ايه، وهل ده هيأثر عليا؟ طبعا رحت المركز، تابعت مع الدكتور، قال لي ده طبيعي جدا، لان انت شعرك المنطقة المالحة فيها دهنيات شوية. مع ال مع ال مع الدهنيات دي بتطلع زي قشرة في البصيلة كده، فهنحتاج نعمل جلسة تقشير تاني. طبعا بعد عملت جلسة تقشير وخدت البلازما. تمام. كانت تالت جلسة ليا تقريبا، كانت تالت جلسة ليا. خدت البلازما طبعا. بعد كده حقن. بعد كده خدت بلازما فيها BRB اللي هي الفيتامينات الألماني. دايما بقول لكم يا جماعة، اللي بيتابع مع أي مركز أو إن شاء الله عايز يتابع معانا بإذن الله، ياخد حاجة اسمها BRB. دي حقنة ألماني بتيجي مستوردة من بره، والحمد لله المركز اللي أنا تابع ليه اللي أنا عملت فيه العملية بيوفرها ألماني مستوردة 100%. طيب بعد كده بتبقى انت واحدة واحدة بتلاقي الموضوع مختلف جدا مع كورس البلازما اللي انت بتاخده اللي فيه فيتامينات. بتبدأ تلاحظ ان خط الجبهة خلاص اتحدد، الخط اللي احنا شايفينه قدامنا ده طبعا جاهز كده مفيهوش اي حاجة، بس بيبقى طبعا بيتحدد واحدة واحدة. وبعد كده بتحس ان انت خلاص بدأت النتيجة تظهر عليك من تاني شهر، وبعد كده تالت شهر، في رابع شهر، في خامس شهر، ان شاء الله بتلاقي الموضوع اختلف نهائي، وبتلاقي الموضوع خلاص بقيت انت طبيعي جدا. وكل شهر طبعا بيختلف عن الشهر اللي قبليه، مع جلسات البلازما اللي انت بتاخدها. والجلسات ديت مهمة جدا جدا، لازم نتابعها كل 20 يوم. ما نسقطش منهم حاجة، متعملوش زي انا سقطت كتير جلسات، بس في الاخر رحت وخدت الجلسات دي في مواعيدها. فكانت النتيجة زي ما انتوا شايفين الحمد لله رب العالمين، وهي النتيجة جزء كبير جدا منها بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، والجزء التاني لشطارة المركز والتيم اللي انت بتشتغل معاه. طبعا دي حاجة مهمة جدا لازم تفهموها. طيب فيما بعد بقى بتبقى انت خلاص انت في مرحلة قليلة جدا، الشعر مش بيبقى بالكثافة المطلوبة، فبتقعد على القهوة مع اصحابك يقولك ايه ده، كأنك ما عملتش اي حاجة، يعني بيقولك انت عملت ايه، ويقعدوا يضحكوا عليك. طبعا هم مش فاهمين حاجة زي كده. فانت واحدة واحدة مع الصبر بتلاقي الموضوع اختلف. فيما بعد ما تلاقي الموضوع اختلف، تلاقيهم كلهم ايه ده، انت شكلك اتغير، انت شكلك بقى احسن، كأنك مش عامل عملية زراعة وشعرك طلع. فالموضوع صدقني بيختلف معاك جدا لو انت بتحاول ان انت تقنع نفسك ان انت تعمل عملية زراعة الشعر، وهي الحل الامثل للصلع الوراثي. ان مفيش اي حاجة زي ما قلنا قبل كده بتجيب نتيجة غير، ولا منتجات ولا زيوت ولا اي حاجة، غير زراعة الشعر الطبيعي زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده الدنيا اختلفت 180 درجة. طبعا انا بس عشان خصلة شعري ناعمة شوية، فالموضوع تلاقي الشعر كده شوية بيبقى يعني سايح شوية. تمام. فزي ما قلت لحضراتكم لازم ان انت تبدأ ان انت خلاص تعرف ان مفيش حاجة في الدنيا بتجيب نتيجة غير عملية زراعة الشعر. تمام. ايه الادويه اللي انا بستخدمها مع البلازما BRB؟ انا طبعا خلصت كل جلساتي، فكل شهرين 3 كده او 4 شهور بروح اخد جلسه BRB عشان خاطر احافظ على الشعر القديم اللي هو اللي مش مزروع. وطبعا انت بيبقى معاك شهاده مدى الحياه بالشعر اللي اتزرع، عمره ما هيقع حتى لو عملت فيه ايه. طيب تقل الشعرايه، تقل الشعرايه ده بيجي ازاي؟ بالمحافظة بالبلازما طبعا BRB. وبتفضل طول الشهور طول السنين شعرك بيفضل يتقل لغاية لما بيوصل لسنتين، وخلاص بتبقى انت خدت النتيجة النهائية بتاعت شعرك، وخلاص بقى شعرك ده. طيب بالنسبة للشعر القديم، انا قلت طبعا انا شبهتها ان انت الشعر القديم ده كان كأنه عمارة بتقع، وانت جيت سندتها بعمارة جديدة، خلاص بقيت بنيتها من جديد، فاستحالة ان هي تقع مع البلازما اللي فيها الفيتامينات، استحالة تقع خلاص. تمام.
طيب الأدوية المستخدمة، أنا ممكن أستخدم بيوتين 10,000 أو بنتو جار، اللي هو البنتو جار اللي هو الشريط تلاقيه ب15 جنيه في أي صيدلية. ده اللي أنا باخده، مفيش أي حاجة تاني باخدها. ما بحطش على شعري أي حاجة. أنا بعمل في شعري اللي أنا عايزه، بحلق، بخفف، بقصر، بعمل. هو شعر طبيعي 100%، مفهوش اي شيء، مفهوش اي حاجة، ولا بستخدم بودر ولا بستخدم اي حاجة. الحمد لله رب العالمين، مبستخدمش اي حاجة في شعري غير البلازما اللي انا باخدها كل 3 4 شهور، او في بداية مرحلة الزرع كنت باخدها كل 20 يوم لغاية لما خلصت الكورس بتاعي كامل. ودلوقتي باخد كل 3 4 شهور مرة. يبقى ما افتكر طبعا مشغول جدا، سفر هنا وهنا، فمش فاضي ان انا اتابع كل 20 يوم. وخلاص انا المفروض ما اتابعش كل 20 يوم. ممكن لما يهفني الشوق كده او يجيلي مزاج اروح اخد جلسة او جلستين في ال3 4 شهور دول. فانا زي ما بقول لحضرتك، ما تخليش حد يضحك عليك وياخد منك فلوس. زي ما قلنا قبل كده، في مراكز حريتة فلوس بتفضل كل شوية تاخد منك فلوس على علاجات وهمية وحقن وهمية ما تجيبش اي نتائج، وتفضل هي نفس النتيجة. فانت اختار المكان الصح، ولو عاوزني اساعدك في اي حاجة انا هساعدك ان شاء الله باذن الله، وهوصلك للي انت عايزه باذن الله. توصل للنتيجة زي ما انتوا شايفين كده باذن الله. سمك شعرها كويس، حديد، لو عملت فيها اي حاجة، حطيت جل، حطيت زيت، حطيت اي حاجة في شعرك زي الفل، كله بيبقى تمام. انت بس اعقل وتوكل ان شاء الله باذن الله، وانا معاك وهساعدك في كل حاجة ان شاء الله باذن الله. طيب احنا كان عندنا اسئلة كده في الصفحة، بيقول في ناس بتقول كم عدد الجرافتات؟ كان 3200. تكلفة العملية كام؟ ان شاء الله هم في خصم دلوقتي كويس، هيعجبك يعني ان شاء الله باذن الله. مفيش بقى اللي هو الاوفر بقى اللي هو لك 32,000 و28,000 والكلام ده مش موجود ان شاء الله. تبقى في المتناول، زي ما احنا كلنا عارفين احنا بنجيب الفلوس ازاي، يعني بطلوع الروح وبالعرق. فان شاء الله باذن الله تكلفة تبقى في المتناول، اللي معاك ومعايا ان شاء الله باذن الله. وانت بس انوي وسيبها على ربنا سبحانه وتعالى. اي سؤال تسألني ان شاء الله هجاوب عليه. وعندكم الواتساب وعندكم الصفحة هنا. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا كل يوم اصور حلقة ان شاء الله واحنا مع بعض. واي سؤال انا تحت امركم، ونشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.